حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا يا رب. ربنا يعود علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا خلاص خلصنا الفرش وفرشنا شقتنا. الفيديو اللي فات وريتكم الشقة طبعا قبل ما نعملها نقاشة وقبل ما نعملها دهان، كانت طبعا بالكركبة على الاخر. خلصنا كده فرش الشقة وزينا الشقة بزينة رمضان الجميلة اللي بتدي بهجة وفرح وسرور طبعا، وبتفرحنا كلنا وبتحسسنا بجو رمضان الجميل. علقنا الزينه، طبعا الزينه دي مش غريبه عليكم، انا علقتها معاكم السنه اللي فاتت واللي قبلها كمان. انا ما جبتش اي حاجه جديده السنه دي، يمكن السنه اللي فاتت او اللي قبلها جبت، لا اللي فاتت، لا السنه اللي قبلها كنت جايبه حاجات جديده ووريتها معاكم في فيديو المشتريات. السنه اللي فاتت ما علقتش اصلا زينه خالص، كان عمتي توفت الله يرحمها، فانا ما عملتش اصلا فيديو ولا زينت بيتي ولا عملت اي حاجه خالص بتاعه رمضان اللي فات. كنت مقصره معاكم جدا بس كانت ظروف والله. السنه دي بقى كده حبيت ازين الشقه واعمل كده بهجه وجو حلو. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود علينا وعليكم بالخير واليمن والبركه. طبعا لميت بقى كل الزينه اللي كانت عندي من السنه اللي فاتت، غسلتها ونضفتها وعملت الاكياس بتاعتها كده، خيطتها في الشيلات بتاعتي، وكمان علقت الزينه بالدبل فيس. وكمان الجزء ده كنت عاملاه للستاره السنه اللي فاتت، طلعته برده وحطيته، وعلقنا هنا فوانيس في الجزئيه دي. طبعا النقاشه لونها جميل جدا ومديها تغيير، انا حاسه التغيير 180 درجه طبعا. وعلقت كمان فرع كده فوق الشاشه، كل سنه بعلقه، موجود عندي برده بقاله بتاع سنتين او 3، كل سنه بعلقه. وكان عندي فرع فوانيس صغير اتقطع زي ما انتم شايفين كده، فانا رحت موزعه على المكتبه الفوانيس الصغننه ده. وده بقى الفانوس اللي هنعلقه في الشارع، والزينه بتاعه الشارع باذن الله هصورها لكم لما ننزلها باذن الله كده واحنا بنعلقها، برده هصورها لكم. دول لسه شارينهم الفانوس والزينه دي، ان شاء الله باذن الله هعلقهم بكره. هم الفانوس والزينه تقريبا عاملين 85 جنيه، مش غاليين. هاتي وفرحي ولادك واستمتعي ومتعي ولادك كده، حاجه جميله بجد وحسنا بجو رمضان. طبعا زي ما انتم شايفين ما فرضتش افرش السجاد التاني عشان مخليه للعيد، فانا غسلت السجاد ده وفرشته تاني. وعلقت بقى فنانيس ودياستي اللي انا كنت برده جايباهم معاكم في فيديو المشتريات السنه اللي قبل اللي فاتت، كل سنه بحطهم فنانيس ودياستي وبسنت، حطيتهم تاني. وجبت النيش في الحيطه دي اللي كانت معموله نقاشه ابيض في اسود، وقلت لكم انا عايزه اعملها ساده، خليتها ساده خالص وجبت فيها النيش ونقلته من هنا. زي ما انتم شايفين حطيت برده فرع زينه الناحيه دي فوق كده، دخلت الباب على طول. وحطيت كمان فرع زينه في الطرقه، هوريها لكم برده دلوقتي، فرع زينه في الطرقه. دي حاجات رمضان على جنب طبعا ما فيش ليها مكان، فانا ما دخلتهاش جوه، محطها هنا. وحطيت مفرش على الطبليه بتاعه الاكل. انا فضيت الجزء دي الطرقه زي ما قلت لكم، حطيت فيها فرع زينه كبير بالجنب كده. طبعا الشقه لسه محتاجه حبه تعديلات وتوضيبات كتير جدا. طبعا اللمبتين اللي في الطرقه دول ان شاء الله باذن الله هنغيرهم ونجيب لهم كده نجفتين صغيرين علشان يقدروا، طبعا شكلهم مش حلو وانا عارفه بقالهم فتره، بس ان شاء الله ربنا يرزقنا ويفرجها علينا. وهنجيب باذن الله للطرقه، وهنجيب كمان نجف لبره. لحد دلوقتي ما جبتش نجف للشقه اللي بره، الاوضه اللي بره الريسبشن، ما جبتلهاش لسه لحد دلوقتي، ما جبتلهاش نجف. باذن الله لما اجيب النجف برده باذن الله اوريه لكم حاجه كده. كل مره نعمل حاجه هنحس بتجديد وتغيير، طبعا على قد امكانياتنا برده. زي ما انتم شايفين اهو، والجزئيه دي حطيت فيها كده برواز وحطيت فيها ورد بسيط. طبعا كان نفسي اجيب فانوس احطه هنا من ايكيا، نفسي قوي قوي اجيب فانوس احطه هنا او على الترابيزه. ما فيش طبعا وقت وما فيش فرصه ان انا انزل، ان شاء الله باذن الله اما اجيب الفانوس هوريه لكم ان شاء الله. وادي المنظر كله. الشقه بصراحه بقت راحه نفسيه. زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات ان انا شلت كل حاجه من مكانها، ما رضيتش اجيب لكم بقى وانا برص النيش ولا وانا بنقل ولا بفرش عشان ما اضيعش عليكم الوقت واطول عليكم الفيديوهات. طبعا انا جبت لكم المختصر المفيد عشان اوريكم بس الفرق. اللي ما شافش في الفيديو بتاع امبارح اللي انا نزلته هسيب لكم رابط صندوق الوصف، او ادخلي على القناه هتلاقيه هو الفيديو اللي قبل ده على طول منزلاه. طبعا كانت الشقه شكل غير كده خالص، خشي وشوفي الفيديو وشوفي الفرق في التغيير. فرق في التغيير بيحسس الواحد براحه نفسيه. وان شاء الله باذن الله رمضان داخل علينا، واللي انتوا عايزينه اكتبوا لي في الكومنتات، اي وصفه اي اكله جديده انتوا عايزينها اكتبوها لي في الكومنتات ان شاء الله باذن الله وهعملها لكم. وكل سنه وانتم طيبين، طولت عليكم اول الفيديو. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، واسيبكم في رعايه الرحمن. وحطوا لنا بقى لايك للفيديو ده علشان يوصل لناس كتير. لو انت لسه جديده واول مره تزوري القناه اشتركي في قناتنا وفعلي الجرس، هيوصلك اشعار بكل فيديو جديد بننزله بامر الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.